الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. الأسرة أيها الإخوة الكرام هي اللبنة الأساسية لبناء مجتمع قوي الروابط الاجتماعية سليم العلل والأمراض والآفات. لذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بأسباب صلاح الأسرة وفلاح المجتمع. النفع أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الأسرة فهو جزء من سفينة الأساس أنقر من سفينة الأساس الصحان يوكل في إصلاح المجتمع. الصرف النظام بزوالثي وش نحن النبي عليه السلام باللي إلى هذه الأسرة تصلح هذه المجتمع يصلح يسعى الأركان يصحح يسعى في الجدار يرصع ما إلى توشوش النهار ما إلى توشوش الجلال ولا شو الإيمان للمجتمع من الصحة نار السلامة. دائما تكون الأسرة حينما يكون الإنسان المسلم أسرة لا بد أن يكونها أو يؤسسها وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة أولا في اختيار الزوجة الصالحة. توشف يوكل سيد الصلاح يوكل الثمرة يوكل السهم الصلاح للمجتمع. إذا قد سيدير الحاجة تمسوس أن يحسن الإنسان باختيار الزوجة الصالحة. ذلك العبد اللي رخى من النث يوكل يكون توشف اللي غتكون المجتمع اللي من الأفراد الصالحين ألا يتحملان المسؤوليات للأمة. إلى قد يحسن العبد فأسوالث اختيار الزوجة الصالحة. هذا اختيار الإنسان ثبت الأمانة للصلح أريد الشريكة نلعب في السلام في جميع الأحوال، السراء يتسع الضراء يدير الحيف يتسع. قد يختار الزوجة الصالحة يسعون بعض المواصفات في دين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إليها أسرتك وإذا غبت عنها حفظتك. ست مواصفات هذه المرأة الصالحة ما يختار وصف ندم الشرفيقة أثيت الصفراح المعدن ينس إلا المعدن النفيس يلصريس إلا صنطوس ووال يضرب بها المثل سعى مثل العالية سعى أي مثل الصلحان تسعى أوائل المجتمع تسعى الطاعة الزوج نفسه. مثلا الزوجة الصالحة اللي غالبة فلاس بنادم أشاري أتسيري تحفظيف يلماني نس تحفظيف الدريا ينس تحفظيف
ينعم الناس. سيدنا إبراهيم الخليل الذي رضي ربي في الناس يباس يتفقد مس إسماعيل عليه السلام إعداء سيدنا إبراهيم الخليل وهو شيخ كبير أفمس إسماعيل يفتح الصحراء مس إسماعيل غاب يستطغى الثبوت أشو يفيض الأمانة يفيض المرأة الناس يقولون كبير فلانة زيزار وتدخل السينارة إبراهيم عليه السلام السينارة بس سيدنا إسماعيل الناس يا فلانة الناس بتعيشين الناس أيامها الناس مواجهين الزوجين مبدئيا الناس يفغى السيادة ويفغى العمل تفكيسي المواصفات وسعجب الدراء سيدنا إبراهيم الخليل المواصفات المرأة واستعلى الشجاعة واستعلى الصبر واستعلى الرواد بمعنى واستعلى الزوج نس أشو سيدنا إبراهيم يناس مالك يسوجينا إسماعيل ينسائي عبد يوم الغار هلك يبقى غير عتبة دارك تمديز أربعة يوم يشوف إسماعيل عليه السلام تناس يا زوج يا بيس السبيع عدد يوم الغار نعم يناس الغار يجوا في ساعة كويس ساعة ثلاث تناس يسنطوا في حرب ثمود يستسيد في الليل ميراث رابع يستسيد أشو السلام أشو السلام الثلام ميراث الحلال والشكرانة إن البنايين أحجرين في الوصية ذا شمس الناس غير عتبة داري راك يقارب بالدم أما تبوثي الأعتبار تبوثي الناس سيدنا إبراهيم الناس سيدنا إسماعيل الناس وين البذة يمغيين لك مغيرة تقدر الزوجة الصالحة كمين يصلح مرة يعبد سيدنا إسماعيل يبدل الزوجة النظام يباس يزيد إبراهيم عليه السلام يستنسات يستنطغل يفغل يستنسات إني سنة السنين إني إبراهيم نعمة أنا أحمد ربي على الشكر إلا الخير إلا الصابرين العفة والعفاف يوصل سيدنا إبراهيم إسماعيل تسلم في الناس إنس أمسك عليك عتبة دارك بيد المثبت استنسات الناس يا رجل على ديون غارس مطفيين السيد أشو السر ميراث الحمد لله إفكارك ربي الستر إفكارك العافية إن البنايين إناس تسليمك إسماعيل إناس أمسك عتبة داري إناس يا زوجة فانطوف إناس من البابة إبراهيم عليه السلام يميدك المسكة كمية سانطوس سبحانه أمسك عليك عتبة داري إذن الحاجة الأولى باش تكون الأسرة مسلمة إذا قد يسعى الإنسان زوجة صالحة إذا نظرت إليها أسرتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وأهلك تبي الشرع تبي السنة تنطوث المرأة مثلت فرقة برا إلى تشيور الزوج ينس يا فلان مذفرة خاطر المرأة الصالحة تسعد دور الحضانة تسعد دور التربية تسعد دور الستر تحفظ السمعة للزوج ينس كيف كانت العائلات المسلمة كيف كانت العائلات اللي تفل بالشرف تنطوث يفكيس ربي القدر يفكيس ربي الحرمة يفكيس ربي المكانة للمجتمع إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي الأبواب شاءت تنطث متصوت سنة وقف في ناس داخل البخار بلا ما تروح المسجد
ما قلنا توصام شهر رمضان، ما قلنا تطوع القسيس الزوج ينس وتسقع وتخالف على الأوامر ينس وتشرطها تحسن الغرس تربى الدرياس استفتح ربي عز وجل أبواب الجنة أتكشف من أي باب شاءت. إذا باش تكون أسرة الحاجة الأولى اختيار المرأة الصالحة، الاختيار من الزوجة الصالحة. النبي عليه السلام الحديث يقول إفكاري المواصفات والكريتات اللي نقدر نصفن في المرأة المسلمة أيها الإخوة تسوالوز إلى تسير ذات معدن ذات أصل حاجة تسوالوز أشو تختار المدن، تختار المدن ذوات شوز، تختار المدن الفاميليا، تختار المدن الأصل، تختار المدن الأخيار، تختار المدن إيجاد يسعى الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. المشاكل الاجتماعية يتضررون في هذا الزمان أنت تسدد الوالدين للزوجة، لأن الإنسان الذي يستطيع الأمانة يديك أتفضل ينخرط الزوجة إلى قدس الصير أتسيني امرأة صابرة ألا يضع الزوج ينس ألا يدون في العادات ألا تفسد مخابرين. معظم المشاكل الاجتماعية ما تشلعك ما في الزوجة غير المخاب السكر تسمى ذلك وخمر بذام وغالب تقليبا لا الزوجة يديك أصل الصير أخطاء ربها أخطاء الوالدين خاصة الزوج. تعرف البنت الله يبارك 30 25 سنة يجيها واحد إنسان عنده 30 40 سنة لازم يعرف أقشي شريع ماشي نبدا الموت يتجاه 30 سنة تعبوا عليه مواليه باش يكون راجل باش يزوجوه باش يفرحوا باش يجيبوا له عروسة تقعد في الدار. هذا هو لازم تطيع أتصبع الوالدين أتصبع الذريعة إلى غير ذلك وتفرق على الإنسان يقال أكاديلا. كذلك الإنسان اللي يتزوج يجيب طفلة داره لازم يعرف جاب أمانة أو هذه أمانة ربي عطاك حلال فاتحة الكتاب الشيء المحرم أحله الله عز وجل لك بعقد زواج شرعي بفاتحة الكتاب. والحمد لله رب العالمين والأحلال الشيء اللي كان محرم عليه الزوجة أمانة أتحفظ أتربى يوكلين أتسيرين الثمرة الطيبة. لما الأسرة المسلمة اسميش أحد العباد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا يسعى بالمئة يسعى الصيد ويتغلوى يبوي باب السنين يبوي مصر سيدنا عمر إن يسعى عمر بيد مصر ويثل ربع فيه أروى في الناس الحيث إن يسعى السنين كل أسبوعان يفغيب ذلك. وبعد شو سيدنا عمر يسمع الطرفين إسلامي ودروز اللي يصاب يلعب الناس علاش ما تطيعش بالك الناس يا عمر الناس بابا يدي عصاير وقبلات عصير الناس سبت الناس كان زواروز الناس سبيل زوج بابا الناس كفارة امرأة صالحة مسلمة نقية الناس بابا يدي سبيل زواج الناس كفارة 18 صور في الإسلام وفي الدين. الناس يتزوجوا في المجوسية الناس يستعمل القرآن الناس يفترى اسم العالم الناس سيدنا عمر والناس اللي غير باسنين الناس صدقت صغيرة الدنيا يسعوا الصوت وقبلك عاصمتها. إذا الحاجة تزورت الناس بفهم إختار امرأة صالحة. المرأة الصالحة الأساس يا جماعة في تكوين أسرة في تكوين مجتمع هي المرأة الصالحة. وهنا أقف دروس جاية إن شاء الله مشروعة نكمل هذا الموضوع
لازمش الإنسان كما رانا نشوفوا غادي يتسلسل الإنسان تفير الماديات، تفير الإنسان يسعى من المال، يسعى للكواغ يوطن يسبري البحر، غادي يروح غادي يعيش في غرب. ألا أتقنظر تنطف الصلحان، أتقنظر يا جماعة العائلة الصلحان، أتقنظر إلى يسعى يعبوش الدواوان يوطن يسبد الإنسان أخطاء الدنيا التي الثمرة أسير الصلاح للمجتمع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.